هل دقت ساعة النهاية؟ وهل بدأ العد العكسي وكأنها آخر أيامنا على الأرض، وكأن الفناء قد حان موعده، وكأن إسرافيل وقف يشاهد الدمار ويشاهد آخر العلامات في الأرض لينفخ في الصور؟ هل هي علامات الساعة فعلا، أم أن الله سبحانه يعاقبنا لعلنا نفهم، لعلنا نعي ما نفعله من آثام وما تقترفه أيدينا من خطايا؟ لكن هيهات، البشر خلقوا وجبلوا على الإنكار مهما رأينا من آيات ومهما رأينا من معجزات، فيبقى جوابنا واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لقد كان في الأمم السابقة عندما يرون آية أو معجزة يقولون هي سحر، أما في وقتنا الحالي فإن رأوا زلزالا أو شيئا من هذا القبيل قالوا أنه فقط علة مناخية، الأرض تتغير، نواة الأرض ليست على ما يرام، إنه التغير المناخي بسبب التلوث. كلها مبررات وأوهام وخرافات، ولكن العلة تبقى العلة واحدة، وهي أنها تنبيهات من الله سبحانه وتعالى وآيات بالإنذار الأخير، أو بالأحرى كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن النهاية قريبة، قريبة جدا، وقد تأتي في لمح البصر، فهذه آياتي لكم فتدبروها وانظروا فيها بعين البصيرة وتوبوا إلى الله، توبوا قبل أن تأتي في لمح البصر. هذه الزلازل التي تفني البشر وتكسر الحجر ألا نراها؟ هل عميت أبصارنا أم ختم على قلوبنا فصرنا كالجماد؟ ماذا ننتظر لنعود؟ هل ننتظر أن تشرق الشمس من مغربها، أم أن تزول السماء وتتبدر الأرض؟ ماذا نريد؟ ماذا ننتظر لنتعظ؟ أم هل ننتظر حتى يصبح أحدنا فينظر في مصحفه فيراه بياضا في بياض؟ تخيل تلك اللحظة، تخيل أن تفيق يوما فتقرأ مصحفك لتجده قد صار بياضا، فحينها لن ينفعك البكاء ولا العويل ولا أي شيء، لن ينفعك الندم ولن تنفعك التوبة. تلك إذن هي ساعة الحسم، وهذه بدايتها، هذه هي أمارتها. ألا ترى بأم عينيك أم أن بصيرتك قد أعميت؟ أو لا شك أنه الخطر الذي زرع في عقولنا منذ سنين، لقد زرعه أولئك في عقولنا، لقد زرعوا لنا في عقولنا تلك التأويلات الساذجة، تأويلات لا منطقية. أن نقول للآيات هي مجرد مناخ، مجرد تغير مناخي فقط سببه التلوث. لنفق أيها العالمين. اشترك في قناتي رجاء يصلك كل جديد.